تخيل معايا كده إنك رايح مقابلة عمل، ومن مجرد سلامك خلت اللي قدامك يقدر يحكم عليك. المصافحة دي ممكن تقول هل أنت شخص واثق ولا متوتر، مسيطر ولا خاضع. خلينا نفهم ده بهدوء. المصافحة مش مجرد تحية، دي أول رسالة غير لفظية بتوصل عنك. ولو أنت في مكان جديد فالانطباع الأول بيتاخد عنك في خلال ثواني، وأحيانا في مجرد مصافحة. خلينا متفقين إن المصافحة الصحية لا هي ضعيفة أوي ولا قوية زيادة عن اللزوم. المصافحة الصحية بتبقى متزنة ودافية. ليه؟ لأن المصافحة الضعيفة ممكن تتفهم على إنها تردد، أما المصافحة القوية ممكن تتفهم على إنها عدوانية أو استعراض. فالمخ مرتبط ارتباط قوي جدا بالإيد، وأقوى من باقي أجزاء الجسم تقريبا. عشان كده إيدينا بتبين لنا نوايا كتير أكتر مما نتخيل. وعبر التاريخ كف الإيد المفتوح كان مرتبط بالصدق والولاء والنية الواضحة. عشان كده لما شخص كان بيجي يحلف كان بيفتح كف إيده، ولما بيجي يروح يدي بشهادته قدام المحكمة بيرفع كف إيده لفوق. فالمخ بيربط المشهد ده بالصدق. طيب إزاي أعرف الشخص الصريح؟ الشخص الصريح غالبا بيظهر كف إيده أو جزء منه، وده بدون ما يقصد. ولما بيجي يقول لك أنا بكلمك بصراحة فبتلاحظ إن إيده مفتوحة، ودي إشارة غير واعية منه. ومن هنا خليني أروح معاك لمثال. الأطفال لما بتيجي تخبي حاجة بتحط إيديها ورا ظهرها، أما بالنسبة للكبار بيعملوا كده بس بشكل أذكى شوية. يعني الرجالة مثلا بتلاقيها بتحط إيديها في جيبها وبتضم دراعاتها وبتخبي كف إيديها، أما بالنسبة للستات فتلاقيها بتغير الموضوع وبتتكلم في أكتر من موضوع وبتعمل نفسها مشغولة، والمخ بيلقط ده. طيب هل ينفع أبقى فاتح كف إيدي وفي نفس الوقت بكذب؟ الإجابة أيوه، بس الموضوع مش بسيط، لأن لغة الجسد مش إشارة واحدة. لغة الجسد على الأقل لازم يكون معاها 3 إشارات متوافقة، وده اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت. فلو أنت فاتح كف إيدك بس باقي أجزاء جسمك بتقول إنك متوتر، المخ هيحس بتناقض. ومن هنا نروح لنقطة تانية، وهي قانون المثير والاستجابة. فببساطة لو أنت حاسس بدفاع هتشبك إيدك، ولو أنت شبكت إيدك هتحس بدفاع. فالجسم والمشاعر مرتبطين ببعض. وهنا نفس الفكرة، لو أنت فاتح كف إيدك فده بيخلق إحساس داخلي بالانفتاح، وبيبقى صعب عليك إن أنت تكذب. وكمان لو في شخص قاعد قدامك وأنت فاتح كف إيدك ده برضه بيضغط عليه إنه يتكلم معاك بصراحة. فالخلاصة إن المصافحة مش مجرد حركة وخلاص، دي أول رسالة ثقة. سلام دافي، كف إيد ظاهر، ونبرة واضحة، ده بيخلي الناس تميل إنها تثق فيك. في الحلقة الجاية هنتكلم عن مصافحات السيطرة وإزاي ترد عليها من غير ما تخش في صراع. شكرا ليكم، وبتمنى لكم لغة جسد قوية.